انا عايز اقول لكم حاجة للتاريخ. اتصلنا بالاخوان قبل قيام الثورة، كل الكلام ده اعلن واتكتب، الثورة بقى لها 29 سنة. اتصلنا بالاخوان قبل قيام الثورة وعبد الناصر شخصيا، وطلب منهم الاشتراك في الثورة، وجبنوا وخافوا ورفضوا بقيادة الهضيبي. اتصلنا بسراج الدين والود، جبن وخاف. ثورة 23 يوليو زي الثورة الفرنسية تمام بالنسبة لمصر، وزي ثورة امريكا بالنسبة لامريكا. فلما يجي بهذه البساطة يتكتب بهذه البذاءة والتهجم والإجرام، دي ثورة شعب طلع من جديد، وأبنائه اللي ما كانوش بيتعلموا وكان محكوم عليهم اتعلموا، وعادت الحقوق لأصحابها. فبيقول: ولقد ابتدعت الولايات المتحدة الأمريكية أسلوبا إجراميا للمجيء بهؤلاء الحكام، هو أسلوب الانقلابات العسكرية التي كان أخطرها على الإطلاق انقلاب 23 يوليو 52 الذي سمته المخابرات الأمريكية على لسان رجلها مايلز كوبلاند العملية الكبرى. ولقد جاء هذا الانقلاب بالنموذج الكامل لشخصية الحاكم العميل الذي تطابقت ملامحه الشخصية مع ما رسمته المخابرات الأمريكية، واستطاع أن يؤدي الدور المرسوم له بعبقرية إجرامية فاقت خيال الذين جاءوا به. على عبد الناصر، ومش عبد الناصر بقى، لا، ده أنا اللي أعلنت ثورة 23 يوليو، ده أنا اللي أعلنتها الصبح، ولكن اليوم أتكلم عن جمال عبد الناصر وعن زكريا محي الدين وعن كل زملائي في مجلس قيادة الثورة. الأسلوب اللي بيوصفه إجرامي للمجيء بهؤلاء الحكام، أسلوب الانقلابات العسكرية التي كان أخطرها على الإطلاق انقلاب 23 يوليو الذي سمته المخابرات على لسان رجلها العملية الكبرى. الراجل ما قالش هذا الكلام، ده أسيادهم اللي بيمولوهم هم اللي بيقولوا لهم هذا الكلام، ولازم يدفعوا ثمنه. وثورة 23 يوليو أنا طلعت غلطان، كان لازم خليتهم في مكانهم.